حنا كبشر كنقضيو تقريبا 25 عام من حياتنا وحنا ناعسين، يعني تولوت ديال عمرنا كامل. واش عمرك سولتي راسك ملي كترمي راسك على المخدة واش انا ناعس صحيح ولا غلط؟ واش هاد النعسة غادي تريحني ولا غادي تعذبني؟ النعاس ماشي غير راحة، هو وقيته ديال الصيانة الشاملة للجسم. الدماغ كينقي راسو والقلب والمعدة كيرتاحوا. نبداو بالنعاس على الظهر أو وضعية الجندي. هاد الوضعية مفضلة عند بزاف ديال الناس، حيت كتفرق الوزن ديال الجسم كامل بالتساوي وكتنقص الضغط على الكتاف والحوض. والميزة ديالها أنها كتحمي الوجه من التجاعيد وحب الشباب، حيت ما كيقيش المخدة اللي يقدر يكون التوب ديالها حرش أو فيه ميكروبات، ومفيدة بزاف للرضع اللي قل من عام باش تحميهم من خطر الاختناق. ولكن رد البال، النعاس على الظهر عنده عيوب. أولها هو الشخير وانقطاع التنفس، حيث الجاذبية كتجر اللسان والأنسجة ديال الحلق للور وكتسد مجرى التنفس، وكيزيد من آلام أسفل الظهر بسبب الفراغ اللي كيبقى بين الفقرات القطنية والماطرلة. وباش تحل هذا المشكل خاصك دير مخيدة صغيرة تحت رقبتك ومخيدة صغيرة أخرى تحت ركابيك باش تحافظ على الانحناء الطبيعي ديال الظهر. ندوزو دابا للنعاس على الجنب، وهي الوضعية اللي كيفضلوها 60% ديال الناس. هاد الوضعية هي الأحسن للدماغ، حيث كتعاونو يغسل راسو مزيان من السموم والبروتينات اللي كتسبب مرض ألزهايمر والخرف عن طريق واحد النظام سميتو الجلي مفاوي اللي كيخدم بأقصى طاقته وحنا ناعسين. وباش تكون نعستك مثالية خاصك دير مخدة بين ركابيك باش العمود الفقري يبقى مقاد.